أهلا ماجدة، ازيك؟ أهلا بيك يا كارول. مبسوطة قوي ماجدة إنه يعني نكون مع بعض النهاردة، وحقيقي من كل قلبي متحمسة لكل كلمة هتقوليها، ونفسي ما اتكلمش خالص. لا أرجوكي نفسي أقعد أسمعك بس. لا من فضلك لو سمحتي اتكلمي زي ما انتي عايزة. ماجدة، انت عارفة إنه يعني كل إنسان ليه المعتقد بتاعه، أو ليه الديانة بتاعته، أو ليه العقيدة اللي بيصدق فيها. انت الديانة بتاعتك الديانة المسيحية. حابة أسمع منك أكتر، ليه انت مسيحية، والمسيحية بتمثل ليكي ايه؟ المسيحية بالنسبة لي هي حياة، هي علاقة شخصية حية مع الله. أكيد كلنا عارفين إنه ما كانتش الأمور ماشية بالسلاسة دي. حصل سقوط لما آدم وحواء أخطأوا في الجنة وسمعوا كلام الحية، اتقطعت العلاقة دي أو انكسرت العلاقة دي بينهم وبين الله. ما كانش في حد ينفع يسترد العلاقة المكسورة دي أو المقطوعة دي غير شخص المسيح اللي بعمله الكفاري على الصليب رجع العلاقة تاني. تقدري تقولي بدون المسيح مفيش مسيحية، مفيش علاقة، مفيش حياة. والعلاقة دي هي مفروض تكون في حضنه، تكون في أعمق شركة معاه، مش مجرد الله وخلقته، لكن هو عايز يستمتع بأبناء، عايز يستمتع بأولاد في حضنه، عايز يستمتع بقرب وبشركة خاصة جدا مع ولاده. لكن الأمور اتعقدت في الأول شوية واتلخبطت والصورة كأنها باظت، لكن هو عمره ما في حاجة هو ما يقدرش يتدخل فيها وما يقدرش يصلحها. حتى إن كانت قوى الشر كلها ومملكة الظلمة كلها اجتمعت إنها تبوظ المشروع العظيم، لكن شخص الرب يسوع بعمله على الصليب صالح الاثنين، صالح الله وصالح الإنسان، وصالحني أنا معاه، واداني هذه الحياة ورجع لي العلاقة اللي اتكسرت. هي كمان بتخلي الواحد يتغير 180 درجة. صح. بنشوف كده في الكتاب أمثلة كتير قوي لما بيقول كنت أعمى والآن أبصر. حتى لو كان الأعمى ده بيتكلم عن العمى الحرفي، لكن البصيرة نفسها بترجع إنه بيبقى ماشي شكله مفتح بس هو أعمى. أو لما الآب قال على الابن الضال اللي رجع كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. قصص كتير وأمثلة كتير في الكتاب هي بصراحة بتبلور وبتبين إيه هي المسيحية. المسيحية تغيير في الحياة، المسيحية استرجاع لعلاقة حية شخصية. بنشوف واحد جميل قوي اسمه أنسيموس، هو بقى جميل لما بقى في المسيح، لكن قبل المسيح هو كان بيشتغل خادم عند بيت شخص اسمه فيليمون، وللأسف سرق واختلس من بيت سيدو، اتسجن لأنه مش قادر يرجع الفلوس اللي سرقها أو أي حاجة هو سرقها ساعتها، وفضل في السجن مسجون لغاية ما قابله بولس في السجن وكلموا عن المسيح، كلموا عن المخلص، كلموا عن المحرر، واتقابل مع المسيح في مقابلة شخصية. فبولس بعت رسالة مخصوص لفيليمون يقول له اقبله نظيري، ده بقى زي أنا، ده ابني اللي ولدته في قيودي، وإن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين أنا أوفي. زي بالظبط أكنه لسان حال المسيح ليه كل المجد اللي وقف قدام الله ووقف قدام الآب يقول له احسب ذلك علي أنا، حطها علي أنا أنا هدفع الديون. فالسجين بقى حر والعبد بقى ابن، ورجع للبيت وقال له في الأول ما كانش نافع لكن دلوقتي نافع لي ولك. هي دي المسيحية، تغيير، تبديل، رجوع للحضن. رائع. وكأني كل كلمة بتقوليها بتوصف إنه المسيحية من غير شخص يسوع المسيح يعني ما تنفعش. إحنا مش بنتبع يعني بعض الوصايا أو عقيدة بشوية كلمات، إحنا بنتبع شخص حي بنصدق إنه بيعمل العمل العظيم اللي انتي وصفتيه. ده حقيقي جدا. في الأوقات الصعبة يا ماجدة، لما بتعدي بتحديات وظروف صعبة زي كل الناس، الشخص الجميل اللي انتي بتحبيه من كل القلب وواثقة جدا في محبته وصلاحه، هل بيبقى يعني بيجيلك تساؤلات أو بيجيلك شكوك؟ هو أنت فعلا يعني حلو كده زي ما أنا يعني عارفاك، ولا بتبقي حاسة بإيه؟
طبعا دي مشكلة كبيرة. فكرة إنه وقت الألم ووقت الظروف الصعبة أو الليالي الداكنة أكيد بتجيلنا تساؤلات، ويا ترى حصل كده ليه، ويا ترى أنا بجتاز في ده ليه، ويا ترى أنا متألم كده ليه. ومش دايما بيبقى عندنا الإجابات، مش دايما بيبقى عندنا الإجابة اللي احنا نفسنا فيها. لكن الحاجة الوحيدة اللي لازم نكون متأكدين منها إنه أكيد وأنا ماشي جوه الألم ده وجوه التجربة، أنا واثق في إن إلهي صالح، وإن أبويا اللي كنا بنتكلم عنه هو عارف هو بيعمل إيه. أنا على فكرة ما بحبش خالص الوجع والألم الناس تتناوله بخفة أو بإن احنا نقعد نوعظ الناس المتألمين. صح. أنا بحس إنه اخلع عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. مش عايزة أقعد أحس إن أنا بوعظ المتألمين أو بقول لهم نصايح، أنت على فكرة ربنا رايد لك كذا ولا بلاش كذا واعمل كذا. وأنا بشكرك على ده مجدة، لأنه يعني ده واحد من يعني عن اختبار، ده واحد بيبقى من أصعب وأرخم الحاجات. ده حقيقي في الوقت الصعب إن حد كمان يكون بيقولك أنت مش بس يعني مش من حقك تتألمي، وكمان يعني ده ربنا، يعني كأني بقول ربنا زعلان منك إنك يعني شاكة فيه، أو إنك شايفة إنه الألم ده حاجة وحشة. لا، أنت مفروض إن أنت يعني تفضلي تمام وكويسة. لا طبعا إحنا معرضين تجيلنا الأسئلة ويجيلنا الحيرة ويجيلنا الشك، لكن المفروض إنه الناس اللي حوالينا كل اللي بتعمله إنها تبقى جنبنا على قد ما تقدر. صح. تصلي معانا، تقول لنا أنا شاعر بيك، أنا حاسس بألمك، أنا بصلي لك. عودة باك للسؤال بتاعك إنه إزاي الله اللي أنا بتكلم عنه والأب والحبيب والصديق والحياة دي يسمح بيها بالألم. هو الحقيقة أن ربنا ما وعدناش بطريق سهل، وقال في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في آية بحبها جدا في آخر رسالة بطرس الأولى بتقول وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي. فهو بادي بنعمة ومنتهي بمجد. في النص بقى يقول كده هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. أكنه بيقول إن الطريق ده مش هيبقى سهل، فأنا طول الطريق ده هكون بأكملكم وأثبتكم وأقويكم وأمكنكم. والنهاية مجد، بدايتها نعمة وآخرها مجد، وفي النص هو شغال فينا بيشكل في قوانينا عشان هو كل المطلوب في الآخر إن احنا نبقى شبهه. مفيش أجمل من كده، يعني البداية نعمة والنهاية مجد. وفي النص حتى يعني اللي وصلي من كلامك ومن الآية الجميلة دي إنه حتى ثبتنا في الوقت الصعب، في وقت المحنة، هي مسؤوليته. هو قال كده في كل ضيقهم أتضايق وملاك حضرته خلصهم. فهو معانا في الضيق ومعانا في الألم، ومسؤول عننا زي ما انتي بتقولي، مسؤول عننا ويثبتنا ويطلع في الآخر المجد. في اختبار أو حاجة تحبي تشاركينا بيها شخصية، يعني اختبرتي فيها الكلمات دي؟ طبعا يعني هي الحياة كلها اختبارات معاه، بس يمكن أفتكر حاجة صغيرة كده عدينا فيها كعيلة كلنا. احنا أنا وجو ورافي جالنا كورونا في نفس الوقت كلنا. وجو اللي ابتدى، جو ابني الكبير وكان تعبان قوي. وفي الأول افتكرنا ان احنا مش هيجيلنا، وقعدنا حابسينه بقى وبتاع، وكنا بنجيب له الأكل من تحت الباب. وما فيش يومين ولقينا روحنا بنكح وحالتنا حالة وحرارتنا يعني فوق خالص، بومينج زي ما بيقولوا. وفوجئنا ان احنا عندنا احنا الثلاثة كورونا. وساعتها كان ماهر مسافر في أمريكا، وكانت حالتنا صعبة جدا قوي. مش دي المشكلة بس، المشكلة ان جو كان داخل الجيش. يا إلهي. حاولنا بكل الطرق ان احنا نأجل على قد ما نقدر، يعني أجلوا له 3-4 أيام بطلوع الروح. وفي الآخر كان لازم يروح. كان اتحسن شوية بس كان محتاج وقت راحة، يعني يسترد قوته، يسترد حتى نفسيته، لأن طبعا احنا كنا تعبانين نفسيا كمان مش بس جسديا جدا. وهي الوقت ده كان وقت مرعب كمان جدا جدا. وطبعا الأخبار المزعجة اللي بنسمعها جدا. فجي اليوم اللي لازم نوديه مركز التدريب. فصحينا أنا ورافي وإحنا تعبانين، ويعني تقريبا حرارتنا مش حلوة خالص.
وديناه وسوقنا بيه، وديناه وودعناه، وهو ماشي حبيبي بقى بالمخلة دي، عارفة الحزين اللي هو أيوة. رايح بقى لمصيره اللي مش أيوة. عارفينه ايه. الدموع بقى على عينينا، وعارفة موقف كان صعب قوي قوي يعني. صح. رجعنا البيت واحنا depressed جدا، وقعدت اقول له يا رب يعني هل ينفع تتدخل في مشهد زي كده؟ يعني انا مصدقة لو دي مشيئتك ممكن تعمل حاجة تفرحنا، حاجة مش عادية يعني. يا رب انت شايف واحنا لوحدينا وتعبانين وزهقانين ومفيش حتة تروحيها ولا الناس قادرة تجيلك، انت عارفة طبعا الاجواء اللي صعبة. كان وقت قاسي قوي. صح. احنا وديناه على الساعة 9 كده الصبح او قبلها بشوية، رجعنا البيت الحالة صعبة قوي. على الساعة 5 كده بعد ما خلصت صلاة وكنت تقريبا مش عارفة بين النوم والصحيان، سمعت صوت الباب بيفتح. فقلت يا ربي هو ماهر جه مثلا وعمل لنا مفاجأة. فوجئت ان جو قدامي. اللي حصل انه هو كانت قبلها على طول العيد، فادولهم 5 أيام اجازة العيد. الله. فطبعا دي كانت حاجة اللي هو ما لم نسمع به من قبل ده طبعا، اللي هم ينزلوا الناس في اول يوم في مركز التدريب. فهو جه 5 أيام البيت. ده في خلال كام ساعة كان رجع؟ مفيش بقولك من 9 تقريبا ورجعنا البيت. قعدنا الوقت الصعب ده وانا بقول يا رب هل ينفع تعمل حاجة يعني ينفع؟ فلقيته داخل عليا وقضى معانا 5 أيام، وماهر رجع وطمن علينا وشفناه، ولغاية ما هو نفسه بقى كويس بالظبط، استرد قوته وصحته. على فكرة هو النهاردة عيد جوازه، عدى سنة. الله. فيعني عايزة أقول في اختبارات ما بنقدرش ننساها على تدخلاته في حياتنا ومعاملاته اللي كلها رقة وحنية. يعني أكنه فعلا سمعني وقال لي طب هجيبهولك، هو أب تشوفيه وتطمني عليه وهعمل اللي ما بيتعملش. يعني أنا برضو مش عايزة الناس اللي تسمعني تقولي طب ما أنا ابني راح وما رجعش غير بعدها ب3 شهور. أنا مش قصدي إن أنا أقول إن ده لازم هيحصل مع كل الناس، هو لكن مش الهدف القصة نفسها، الهدف اللي ورا اللي انت بتحكيه. بالظبط. فيعني ربنا لولا مساته الحنينة معانا، لأنه هو أبونا في الآخر. هو أبونا وبيعرف كويس قوي امتى يدي وامتى ياخد حتة صغيرة كده، لكن على طول بيدي بعدها التعويض والتشجيع والتعزية. معونة. يعني اختبار جميل قوي قوي. هقولك بصراحة احنا للأسف عندنا نظرة كده للخدام انه يعني هو انتوا بتتعبوا زينا، يعني انتوا كمان بتعيطوا وانتوا كمان بتحزنوا وانتوا كمان بتشوفوا انه احنا مش شايفينك يا رب ومش حاسين بيك. ساعات كده بنحط الخادم كده، وانجاز لي التعبير اقول بنقله الخادم شوية، بنحطه كده في مكانه كده هو فوق كده لوحده على طول في السماويات، على طول متعزي وعلى طول فرحان وعلى طول مشفي وكأنه مش بشر يعني زينا. فحسيت كده من اختبارك انه لا، مش يعني من اللي شاركتيه ده انه مش دي الحقيقة خالص. أنا مش عارفة الناس جايبة الفكرة دي منين. يعني هي حتى باك للبايبل برضو اللي أنا بحب دايما نرجع له مش موجودة أصلا في البايبل. يعني ميرسي إنك شاركتي الاختبار الجميل ده يا ماجدة. وعايزة أقولك حاجة بصراحة يعني، وده سؤال بنشوفه كتير، هو الخدام بتتعب زينا؟ يعني دايما بسمع كده اللي هو لا، يعني الخادم ده في حتة فوق في مكانة كده عالية، على طول في السماويات، على طول متعزي، على طول فرحان، ربنا بيحلله مشاكله أول بأول، ما عندوش التحديات العادية بتاعتنا. فكأنه يعني اختبارك الصغير ده أو الاختبار الجميل اللي حصل معاكم في البيت بيوري إنه لا يعني طبعا لا، عارفة إنها حاجة تضحك بس ده بنسمعه طبعا خالص. ما اعرفش الفكرة دي جاية منين. بالعكس الكتاب المقدس كل قصصه كل على صفحاته كلها بيحكي لنا عن الآلام والأتعاب اللي عدوا فيها خدام. واحد زي إيليا مثلا يقول كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا. صح. ده اللي بيتقال عليه النبي الناري يعني. اللي هو مولع نار، ده اللي دبح، ده الليفل أيوة ده أعلى ليفل في الخدام الوحش. اللي هو دبح أنبياء البعل وعمل عمايل ما سمعناهاش برضو. صح. لكن كان تحت الآلام مثلنا واكتئب وحزن وطلب إنه خذ نفسي وكده يعني. أما بقى عن العهد الجديد فعندنا بولس نفسه اللي قال اتكسرت بيه السفينة 3 مرات، قضيت في العمق ليالي وأيام كتيرة، قصده عمق البحر، في تعب، في كد، في جوع، في عري. كفاية قوي لما يقول أسر بالضعفات والضيقات والضرورات والشتائم والاضطهادات. طب ليه بقى؟ ليه يعني؟ هل هي بس كده عشان نتفرج على فيلم أكشن مثلا؟ لا، لكي تحل علي قوة المسيح. هو ده المفتاح.
إنه في حياة الخادم أكيد في ألم، في ضيق، في تعب، في تضحيات، لكن علشان بالظبط كده تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. والرب بيسمح بالألم علشان الخادم يتكل أكتر ويترمي أكتر على نعمة ربنا وينطبق عليه المكتوب الحلو، ولكن لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. أكتر بقى من كل ده الرب يسوع نفسه اتقال عليه لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يا رب يسوع أكنه حاشا ليه نفسه. حاشا ليه، يعني كان محتاج يكمل بالآلام. هو الكامل الوحيد كان لازم يدوق الألم، فالألم لازم يبقى جزء أصيل من حياة الخادم ومن حياة الشخص اللي بيتبع الرب. عايزة أختم معاكي الوقت الجميل ده ماجدة وأقول إنه وسط الكلام اللي كنتي بتقوليه من الأول، إنه الفساد والخطية شوهوا الإنسان والعالم كله بقى عالم يعني عبثي، كله شرور، كله ظروف مش مفهومة. معظم الأغاني دلوقتي والأفلام والمسلسلات حقيقي بتشاور على إنه الحياة ملهاش معنى، الحياة يعني ملخبطة وكئيبة وحزينة ومفيش خير أو رجاء يطلع من العيشة دي. هم كويس بصراحة إن هم وصلوا للكونكلوجن دي فاينل، يعني وصلوا بس وقفوا هنا. طبعا أنا وافقك جدا. كمية العبثية والفوضى والتشويش والحاجات اللي بلا معنى، المينينجلس يعني زي ما بنقول. لكن إلهنا يعني برضو أرجع للكتاب لما نتفرج على حكاية يوسف مثلا، حكاية يوسف الابن المدلل الجميل المطيع الحلو اللي بيحب اخواته. صحيح كانت عنده حكاية الأحلام دي وهو ببساطة كان بيحكي معاهم، لكن هم حسدوه وكرهوه، قرروا ان هم يقتلوه وانتهزوا الفرصة. أول ما راح يفتقد سلامتهم، يجيب لهم أكل ويدور عليهم ويطمن عليهم، لما بعتوا أبوه يعقوب قرروا ان هم يرموه في البير. في الأول كانوا عايزين يقتلوه، لكن أخوه رأوبين قال لهم من فضلكم مش هنسفك دم بريء. بيع يوسف عبدا، وفي الحديد دخلت نفسه، اتباع عبد، وبعدين دخل السجن ظلم كمان لما اتظلم في بيت فوتيفار من مرات فوتيفار، نسيه ساقي الملك في السجن. كل ده عبث. طب الولد الجميل ده ليه يحصل في حياته كده؟ تحسي بازل، تحسي صورة ملهاش معنى، صح. حاجات مشوشة، حاجات يعني doesn't make sense زي ما بيقولوا يعني. لكن في الآخر مين بقى اللي بيكمل الصورة؟ مين اللي بيخلي يوسف ده تاني واحد بعد الملك، اللي بينقذ العالم كله من المجاعة في الوقت ده؟ مين اللي كده بيخليها لوحة بديعة؟ يمكن الخلفية السوداء تبين الألوان اللي بقيت في الوش عشان نشوف قد إيه إيد الفخاري والنساج الأعظم اللي بينسج السطور دي كلها وبيكتب هو القصة عشان نشترك إحنا معاه في قصته هو. القصة الكبيرة قوي، المشروع الأجمل، المشروع اللي يمجده هو، اللي يعيد كل المجد لاسمه. يقول لهم كده أنتم قصدتم بي شرا، يعني أنتوا قصدتوا ليا شر، لكن أما الله فقصد به بالشر خير. طلع من الشر خير، فيخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. وسط العبث، وسط الفوضى، وسط التشوهات، في نساج أعظم هينسج الخيوط وهيكمل الصورة ويخليها أجمل لوحة. أشكرك جدا جدا يا ماجدة، أنا استمتعت حقيقي بكل كلمة قالت، وأمين أمين يخلق من قصتي وقصتك وقصص كل اللي بيسمعنا، رغم العبث بتاع الحياة ورغم الشر ورغم الحرب بتاعت إبليس، إلا إنه يطلع من قصصنا مجد يليق بقصته هو الجميلة. أشكرك من كل قلبي يا ماجدة. وأنا كمان أشكرك قوي على الوقت الحلو ده. ميرسي خالص.